عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم عن حاجه رخيصه جدا، بس استخدامها صح هيودي شعرك في حته، واستخدامها غلط هيودي شعرك في حته تانية خالص. بعد الشر عليكي وعليا وعلينا كلنا. منها اللي هي تساقط الشعر، لان احنا عارفين تساقط الشعر ده بيبقى كارثه بالنسبه لاي بنت. طيب هقول لكم بقى النهارده احنا هنستخدم ايه. الحاجه اللي انا بكلمكم عليها هي دي. طبعا كلكم عارفين دي اللي هي الحاجه اللي احنا بنعمل بيها تدليك لفروه الراس. عايزه اقولك ان بنات كتير جدا بعد ما لقيت بلوجر كتير بيتكلموا عليها راحوا اشتروها. تمام، وبعد ما اشتروها قعدوا يقولوا دي وقعت شعرنا، دي خلت شعرنا لما بنيجي نسرحه بيقع اكتر، ده احنا طلعينا شعرنا كله طالع هنا اهو. طبيعي جدا. ليه؟ لان اللي بيجي يقولك على حاجه ما بيكملش المعلومه للاخر، صح؟ او انت ممكن تكوني مش بتسمعي الفيديو للاخر. اولا احنا لما بنيجي نعمل شعرنا مساج بيها مش بنعمل شعرنا كده اهو. اللي هو انت بصي انت اصلا عملتي كده، انت بتطلعي شعرك اساسا جوه بتلفيه على الحاجات دي، انت متخيله؟ فانت اصلا بتوقعي شعرك، يعني انت بتشدي شعرك اساسا بيها وبتوقعيه، فاحنا مش بنستخدمها كده خالص. احنا الاستخدام الصح ليها ان احنا بنحطها على فروه راسنا. يعني بصوا انا هحاول اوريكم اهي، بصوا بنحطها كده على فروه الراس، وبنبتدي نحرك بايدينا احنا اهي. بصوا اهي كده، نبتدي بقى نحرك اهي. بصوا شايفين؟ احنا اهو بنعمل مساج لفروة الراس، بس احنا مش بنحركها كده، يعني احنا مش بنلفها، لا، هي ثابتة على يعني جلدة الراس. احنا بس بنحركها، فاهميني كده اهو؟ كده 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 نحرك بس جلدة الراس، يعني نثبتها كده اهو على فروة راسنا، ونبتدي نعمل كده اهو. بصي هتلاقي فروة الراس اهي بتتحرك، تمام. لكن مش هنقعد بقى نحطها ونعمل بيها كده كده كده، انت كده اصلا بتلفي شعرك عليها وهو هيقع، يعني كده هيقع. فاحنا ما نعملش كده، احنا نعمل زي ما بقولك، نحطها ونبتدي نعمل مساج لفروة الراس، بان احنا نحرك الدورة الدموية، اللي احنا بنحرك جلدة الراس عشان نبتدي انها تتنشط، تبتدي انها تستفاد من حمام الزيت مثلا اللي انت حطاه، او تعملي مساج ده قبل النوم. بجد هيطول شعرك، وفعلا بجد بيأثر جدا على صحة الشعر، لان احنا بننشط الفروة، بننشط الدورة الدموية فيها، فبالتالي بشرة فبالتالي ان شعرك بيبتدي ان هو ياخد كل الحاجات اللي موجوده في الدم، المغذيات بالنسبه له، سواء انت بتاخدي فيتامينات او بتاكلي او بتعملي اي حاجه عشان تغذي بيها شعرك. الشعر اساسا بيتغذى من الفروه، فاحنا كده بنعمل تنشيط لفروه الراس ان هي تبتدي تاخد الدم دوت وتستفاد بيه وتفيد الشعر بيه عشان يبتدي يتقل ويطول. لكن احنا لو استخدمناها غلط ممكن جدا نوقع شعرنا ويجيب معانا نتيجه عكسيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير، وباي باي.